رحلتنا النهاردة لبلاد البلقان، وبالتحديد لدولة كوسوفا اللي عرفت الإسلام في القرن الأول الهجري، وبقت دولة مسلمة بالكامل لما كانت ولاية تابعة للدولة العثمانية. والنهاردة نسبة المسلمين فيها 95% من إجمالي عدد السكان. وموقعها المتميز بين ألبانيا ومقدونيا وصربيا وقربها الشديد جدا من تركيا خلى ليها عادات وتقاليد خاصة بيها، وبالذات في شهر رمضان اللي أكيد هناك هيكون مختلف. خليكم معانا وأهلا بيكم في كوسوفو. بتقوم المشيخة الإسلامية والمراكز الإسلامية في كوسوفو ليلة 29 شعبان بتحري هلال رمضان، يا إما عن طريق الرؤية المباشرة أو الاقتداء بالدول المجاورة ليها، وبالتحديد تركيا وألبانيا. وأول ما بيتم التأكد من ثبوت هلال رمضان بتقوم الحكومة بتوجيه خطاب اسمه خطاب سلام للشعب كله، بتوضح فيه فضائل الشهر الكريم ودعوة الإسلام للسلام. وبيتم توزيع كتيبات تتضمن مواعيد الصلاة والصيام والقواعد الخاصة بالصيام بصفة خاصة، والقواعد الخاصة بتعليم الدين الإسلامي بصفة عامة. ومن أول يوم في رمضان بتنتشر الزينة المختلفة في كل مكان، في الشوارع والبيوت وفي المساجد، احتفالا بالشهر الفضيل. والمساجد بتكون مزدحمة جدا طوال اليوم، مش بس وقت الصلوات، وبعد كل صلاة بيتم عقد مجالس علم وندوات للشباب والأطفال لتعليمهم الدين الصحيح. وبتهتم أغلب المساجد بختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان بقراءة جزء من القرآن يوميا خلال صلاة التراويح. وبتكتر جدا الزيارات العائلية وصلة الأرحام خلال شهر رمضان، وبتكون تقريبا شبه يومية، وبتستمر الأجواء العائلية دي من بعد الإفطار ولحد قبل الفجر، سواء كانت في المنازل أو في الخيام الرمضانية اللي بتكون منتشرة جدا خلال أيام شهر رمضان. وبتقوم كذا جهة في كوسوفو وأهمهم المشيخة الإسلامية بتنظيم موائد إفطار جماعي في المدن المختلفة، واللي بتتضمن مئات الصائمين. وبيعتبر عصير التفاح من أهم المشروبات اللي بيحرص على شربها المسلمين في كوسوفو وقت الإفطار. وبعد كده بيتم الذهاب للمساجد لصلاة المغرب، وبعد الصلاة بتتجمع الأسرة حوالين المائدة للإفطار. ومن أهم الأكلات على المائدة الرمضانية في كوسوفو وزي كل دول البلقان لازم يكون موجود البلاف، وهو عبارة عن رز مع لحم الضأن والمكسرات، بجانب البوريك باللحمة المفرومة. وبتتميز المأكولات في كوسوفو بكثرة الأعشاب العطرية زي النعناع والريحان والروزميري اللي بتستخدم بكثرة جدا في أغلب أكلاتهم. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في دولة كوسوفو المسلمة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تنورونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.